في كل ليلة من الثلث الأخير ينزل الله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وش يقول؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ وينك أنت اللي من يريدون قضاء الحاجات وغفران الذنوب وقضاء الدين؟ هل أقبلتم على الله سبحانه وتعالى في الليالي؟ إذا جن عليك الليل توضأ وصلي ركعتين وادعو بما شئت، ادعو الله سبحانه وتعالى، ناجي الله سبحانه وتعالى، تكلم مع الله سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون العبد الله وهو ساجد، فيغفر الله لك ويستجيب لك الدعاء ويشرح صدرك ويعطيك حاجتك، وتكتب يومها عند الله سبحانه وتعالى من المغفور لهم، من عتقائه من النار، من المقبولين. لم تكتب من الغافلين لأنك أقمت الليل وقرأت القرآن، لأنك صليت الوتر، والله يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. تناجي الله سبحانه وتعالى في هذه الركعتين أو الثلاث أو الأربع، ما فتح الله عليك، تدعو الله سبحانه وتعالى، تستغفر لذنبك، تعلم أنك مغادر اليوم أو غد، تعلم أن مآلك وملجأك ومصيرك لله سبحانه